السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هنشرح الفرق ما بين دالة count ودالة countF. هنعرف الفرق ما بينهم وهنشرحهم بالتفصيل وهنستخدمهم في الشيت بتاعنا في البيانات علشان نقدر نستخدمهم بكل سهولة. يلا بينا نروح نشوف ازاي نقدر نستخدم المعادلات بتاعتنا. هنيجي عند الشيت بتاعنا ونشرح المعادلات بتاعتنا، وأول حاجة محتاجين نفهمها وهي الرينج والكرايتيريا. طبعا دي المعادلة بتاعتنا اللي هي كاونت اف. أول حاجة محتاجين نفهمها اللي هي الرينج والكرايتيريا. الرينج طبعا اللي هو المكان اللي أنا هحدده علشان أعد البيانات بتاعتي، وليكن ده مثلا القسم ده اسمه رينج. أما الكرايتيريا ده الأساس اللي بناء هنعد عليه البيانات بتاعتنا. هنفهم طبعًا كل الحاجات دي عملي دلوقتي. هنيجي كده عند الHR اللي تحت دي كده، ومحتاج إن أنا أطلّع عدد الموظفين في قسم الHR. أول حاجة نعملها إن إحنا نيجي نكتب يساوي بالشكل ده، وهنقول له count F زي ما إحنا شايفين كده count F. هابدأ أحدد الrange بتاعي وهو القسم بالشكل ده. بعد كده هيطلب مني الكرايتيريا زي ما إحنا شايفين الكرايتيريا بتاعتنا. هاعمل فاصلة بالشكل ده، يطلب مني إيه الكرايتيريا، وبعد كده أضغط على الHR وبعد كده هاقول له enter. زي ما إحنا شايفين كده هو طلّع معايا 2 في قسم الHR، زي ما إحنا شايفين هنا في HR 300 وHR 700. طب محتاج بقى إن أنا أطبّق المعادلة دي على باقي الأقسام. هاجي كده أسحب من عند النقطة اللي تحت دي كده وأسحب لتحت. لو لاحظنا حاجة في كده خطأ حصل معايا في المعادلة زي ما إحنا شايفين قدامنا. طب ظهر معايا واحد مع إن أنا موجود معايا إيه محاسب منه مرتين، وعندي برضه المبرمج موجود مرتين. طب هاحل المشكلة دي إزاي؟ أو إيه هي أصلًا المشكلة دي؟ لو جيت كده بقى إن أنت حددت هنا كده وقفنا هنبص نلاحظ هنا كده إيه إن المعادلة هنا مضبوطة. طب هي مش مضبوطة ليه تحت؟ لو جيت وقفت برضه هنا وقفت عند المعادلة من فوق هتلاحظ إن المعادلة اتحركت معاك أو الرينج اللي إحنا حددناه اتحرك معاك. طب وده ليه؟ يعني حل المشكلة دي إيه؟ محتاج بقى إن أنا أثبِّت المعادلة معايا علشان ما يتحرّكش معايا لمّا آجي إن أنا أسحب المعادلة لتحت، ما يتحرّكش معايا بالطريقة دي. طب هنمسح بقى المعادلة بتاعتنا، نيجي نمسح كده كل البيانات دي ونكتب المعادلة معانا يساوي ونقول له count F كده بالشكل ده كده count F. وبعد كده هاحدد الrange بتاعي، وقبل ما أعمل أي حاجة هاضغط على F4. لمّا ضغطت على F4 جاب لي علامة الدولار زي ما إحنا شايفين قدامنا. طب إمتى بقى تثبِّت أصلًا البيانات بتاعتك؟ أي حاجة فيها range أو تحديد خلايا معاك أو صفوف بتثبِّتها علشان ما تتحركش معاك ويحصل معاك مشاكل. بعد كده هاعمل الفصل عادي جدًا، وهاجي بقى عند الخطوة اللي بعد كده الكريتيريا اللي هي الHR اللي إحنا قُلنا عليها ده الشرط. هاحدد الشرط بتاعي اللي هو الHR وبعد كده هاقول له enter واسحب بقى المعادلة بتاعتي واشوف المشكلة اتحلت والّا لأ. زي ما إحنا شايفين كده المشكلة اتحلت معايا أهو، جاب لي كل حاجة موجودة منها 2. يبقى كده فهمنا إن معادلة COUNTIF هي معادلة العد بشرط واحد في الإكسل. نروح بقى على معادلة COUNTIFs. طبعًا COUNTIFs دي تقدر تستخدم فيها أكتر من شرط. زي ما إحنا شايفين كده دي المعادلة مثلًا COUNTIFs تقدر تستخدم فيها أكتر من شرط، عكس COUNTIF إنك أنت بتستخدم فيها شرط واحد. بمعنى إيه أكتر من شرط؟ يعني مثلًا أنا عندي القسم أقدر إن أنا أحدد القسم بتاعي وأروح مثلًا عند الHR وأقدر إن أنا أحدد الموقع وأروح مثلًا أحدد على الموقع تحت، وأقدر إن أنا أحدد الراتب وأحدد على الراتب تحت. كده تقدر تستخدم فيها أكتر من شرط. لو جينا بقى كده عند مثلًا الHR، لو جينا بقى إن إحنا نستخدم المعادلة بتاعتنا، لو جيت قُلت لك إن أنا محتاج مثلًا أعرف كام موظف في القسم بتاع الحسابات، بس أنا بابحث في الجيزة فقط، يعني أنا عايز المعادلة تظهر لي اللي في الجيزة فقط. هاعمل إيه؟ آجي كده طبعًا آخد الجيزة دي كده أحطها في خلية أو في خانة برّه، هنحتاجها هاقول لك ليه دلوقتي. هنيجي بقى نكتب هنا يساوي بالشكل ده ونقول له countIFs زي ما إحنا شايفين countIFs أهي. أول حاجة بيقول لي criteria range الrange الأولاني. طبعًا هتختار سواء القسم أو الموقع في الأول مش هتفرق معاك. نحدد القسم بتاعنا وهنبدأ إن إحنا نثبت زي ما اتعودنا كده بF4. بعد كده هنعمل فاصلة وهنيجي إن إحنا نختار الشرط بتاعها. طبعًا إحنا اخترنا القسم يبقى هنختار الHR بالشكل ده. بعد كده هنعمل فاصلة، بعد كده هنيجي نختار الcriteria range بتاعنا اللي هو الموقع. هنيجي نختار الموقع ونثبته برضه بF4 وبعد كده هنعمل فاصلة ونحدد
الموقع بتاعنا. أنا بابحث بناءً على محافظة الجيزة أهي، هنبدأ نختار محافظة الجيزة، وبعد كده هنثبّت دي وهنقفل القوس بتاعنا بالشكل ده، نقفل القوس ونقول له Enter. هيجيب لي 0، طبعًا هيجيب لي 0 لإن أنا بابحث في الجيزة، أنا محتاج عدد الموظفين اللي موجودين في الجيزة. آجي أسحب بقى بالشكل ده، هييجي يقول لي محاسب، في 2 من المحاسبين موجودين في الجيزة. لو جينا كده بصينا عند الجيزة هنلاقي محاسب، والجيزة التانية هنلاقيها برضه محاسب. آخر حاجة محتاجين نعرفها في معادلة count ifs، وهي إن أنا محتاج مثلًا إن أنا أعرف عدد الموظفين اللي مرتباتهم أكبر من 3000. هاجي كده أعمل خانة وأكتب فيها عدد الموظفين عشان نشرح فيها مثلًا عدد الموظفين بالشكل ده، وبعد كده مثلًا أضبّطها أخلّيها مثلًا بنفس التنسيق ده كده، نبدأ إن إحنا إيه نضبّطها ونبدأ نعمل المعادلة بتاعتنا. هاجي أكتب إيه بقى، أكتب يساوي، أقول له count، أقول له count ifs بالشكل ده، وأبدأ إن أنا أحدد رينج الراتب بتاعي، وبعد كده أعمل فاصلة وأعمل علامة تنصيص وأقول له أكبر من بالشكل ده، وأقفل علامة التنصيص بتاعتي وأقول له and اللي هي shift رقم 7. طبعًا علامة التنصيص بتتعمل من shift وحرف الطا بالشكل ده. بعد كده إيه نبدأ إن إحنا نكتب 3000 أهو، وأقفل القوس وأقول له enter. هيجيب لي 6 زي ما إحنا شايفين، 1 1 2 3 4 5 6. طبعًا ال6 دول اللي مرتباتهم أكبر من 3000. نروح بقى لدالة count. اللي معروف عن دالة count طبعًا إن هي مش بتعد نصوص، بتعد أرقام. طب إزاي؟ هنيجي نكتب كده يساوي أهو، ونقول له count بالشكل ده، نقول له count، ونبدأ إن إحنا نحدد مثلًا الأسماء بتاعتنا أو النصوص ونقول له enter. بُص كده ظهر معايا 0 طبعًا علشان هي مش بتعد الأسماء، بتعد أرقام فقط. لو جينا بقى إن إحنا مسحنا كده وكتبنا يساوي count أهو، وحددنا مثلًا أي أرقام بالشكل ده وقُلنا enter، هيبدأ يجيب لك 6. معناها إيه بقى؟ طبعًا دي مش دالة جمع علشان يبدأ يجمع لك الأرقام، هي مش بتجمع الأرقام، هي بتعد الخلايا. لو جينا عدينا مثلًا هو جاب لي 6 هنا، جاب لي 1 2 3 4 5 6، جاب لي 6 خلايا. طبعًا مش بتجمع أرقام عشان هي مش دالة sum. طيب إزاي إن أنا محتاج إن أنا أعد النصوص طيب معايا أو الأقسام أو الخلايا اللي فيها نصوص؟ زي ما إحنا شايفين كده زي ما هي بالشكل ده، نيجي نمسح كده كل ده كده ونقول له count A. لو ضغطت على count A وجيت إن أنت حددت القسم اللي فيه النصوص وقُلت له أوكي، هيبدأ يعد لك القسم اللي فيه النصوص زي ما إحنا شايفين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، وشارك الفيديو علشان الكل يستفاد. والسلام عليكم.